كاين واحد النوع ديال العلاقات اللي كيبدا زوين في الاول، كلشي باين مثالي، ولكن مع الوقت كتولي بحال القفص. العلاقه السامه ماشي غير كتاخد منك الطاقه، بل كتعلمك تشك في راسك، تحس بالنقص وتفقد الثقه في نفسك، بحال شي سم كيتسرب بشويه بشويه وانت ما واعيش حتى كتلقى راسك غارق. العلاقه السامه كتكونش ديما واضحه، مرات كتجيك على شكل حب زايد بزاف، مراقبه زايده، ولا كتجيك في كلام جارح واستغلال او برود قاسي. المشكل الكبير هو ان الطرف اللي عايش وسط هاد الدوامه مكيعرفش يميز، كيبقى متشبث بالوهم ديال الحب وهو في الحقيقه غير سجن نفساني. العلاقات السامه كتخليك تفقد راسك شكون انت بصح، كتولي كتعطي بلا حدود وكتسكت على الحوايج اللي مخاصكش تسكت عليهم غير باش ما تخسرش الاخر. ولكن في الاخر كتلقى راسك خاسر الراحه ديالك، خاسر الثقه ديالك، وخاسر وقت ما كيرجعش. باش تخرج من علاقه سامه خاصك اول حاجه تعترف براسك بالواقع، هذيك ماشي علاقه صحيه. خاصك تحط حدود واضحه وما تخافش تقول لا، واللي مهم بزاف ترجع تبني راسك، تخلي حياتك تدور على ذاتك قبل اي حد، حيت في الاخير العلاقه الصحيحه هي اللي كتزيد قوه، ماشي اللي كتنقص منك. الحقيقه اللي بزاف ديال الناس كيبغيوش يواجهوها هي ان ماشي اي حب كيساوي التضحيه، ماشي اي شخص كيضحك معاك ولا كيقول لك كلمه حلوه كيساعد تبقى متسلسل بيه. العلاقه السامه كتكون بحال البحر الهائج، كيبان جميل من بعيد، ولكن ملي كتقرب ليه بحذر كيقدر يغرق. ملي كتقرر تخرج من هذا النوع ديال العلاقات راك ماشي كتهرب، بالعكس راك كتختار تبقى حي، كتختار تحمي قلبك، تحافظ على عقلك، ترجع ترفع القيمه ديالك. راك كتعلم ان الحب حقيقه ما كيتبناش على التحكم والاستغلال، ولكن على الحريه والاحترام والثقه. اهم حاجه تخليش الخوف من الوحده يربطك في قيود ماشي ديالك، حيت مرات الوحده اهون بالاف المرات من انك تبقى عايش وسط علاقه كتسمك كل نهار. في اللحظه اللي كتقول فيها كفى، كتكون كتبدا فعلا تبني حياه جديده نقيه وصحيه.